السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالوا نعملوا أحلى صينية بطاطس بالفراخ. معايا صينية على النار، نزلت حوالي معلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة ومعلقتين كبار من الزيت، وأول ما يسخنوا هانزل عليهم بالفراخ زي ما أنتم شايفين كده. هاحط عليهم كده ملح وفلفل أسود، وأول ما ياخدوا لون من تحت هاقلبهم من الناحية التانية على طول. فراخ بقى كاملة، أوراق، جناحات، براحتكم خالص. أول ما تاخدوا كده لون من الجنبين زي ما أنت هتشوفوا، هاشيلها كده على جنب، وفي نفس الصينية كده وفي نفس حتة الزبدة أو السمنة هانزل عليهم ببطاطس طرنشات وبصل وفلفل ألوان أخضر براحتك. هارُشّهم كده بشوية من الملح والفلفل الأسود، وهادّيهم تشويحة كده. بُصّوا بقى لون البطاطس لمّا تاخد تشويحة، بعد كده هانزل عليها بالفراخ بتاعتنا تاني. أكون أنا بقى مقطّعة بصل وطماطم، وحاطة عليهم ملح وفلفل أسود وشوية من البهارات. وهاخلطهم كويس جامد كده بإيديّا عشان أنزّل المَيّة بتاعة الطماطم والبصل. بعد كده هاحطّهم كده فوق الفراخ، وهانزل بكوباية من المَيّة. هي المَيّة بس ما اتصوّرتش، باحسب الكاميرا شغّالة ما كانتش شغّالة. وهاسيبها بقى على النار كده، وبعد كده أحطّها بقى تحت الشواية. بُصّوا بقى الجمال، فراخ مشوية يا جماعة. بُصّوا البطاطس دايبة دوب يا جماعة، والفراخ دايبة، 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 بجد صينية عظمة، ومش هتاخد منِّك 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. يا رب الوصفة تعجبكم.